فيديو جيم وانت داخل عمال بتجمع في كوينز، بتحاول تتفادى الوقعات وتتفادى الوحش اللي عمال بيطلع عليك نار. فيديو هدير عبد الرازق كله يخش في كل حته، انا عايز الفيديو، انا عايز الفيديو، عايزاه ليه وعايزه ليه؟ يعني معلش ان الهرم يبقى محطوط بطريقه معينه متعامده مع مش عارف الشمس بطريقه معينه، والغرفه الفلانيه جوه الهرم الفلاني لما بيحصل مش عارف ايه، ما هو ده برده مش من فراغ يعني. المخ ما بيفكرش حتى هو اللي انا اصلا ثابت عليه ده صح ولا غلط، ولا انا ثابت عليه ده اصلا بيميك سنس ولا لا، هل منطقي اصلا للعقل ولا لا، ولا مفيش بقى هو كده فيبقى كده والموضوع منتهي ومقفول وشكرا يا عم الحاج. مش عاجبك ما تجيش يعني. هل انت مبسوط بنفسك كده ومبسوط بشعبك وناسك ان هم يبقوا كده؟ وانت لو يائس وشايف ان محدش هيتغير يبقى انت اول الناس مش هتتغير اصلا. وشايفين البلد عامله ازاي ومحدش بياخد خطوه. واتساب عليكم يا تمين وتبعتوا، اهلا بكم في قناتي واهلا بكم في حلقه جديده، وهنستكمل سلسله حلقات ليه مصر فاشله، وده الجزء الخامس او الحلقه الخامسه. من ضمن الامراض والحاجات المخليه مصر بلد فاشله هي الجهل، ودي حاجه احنا كلنا متفقين عليها، كل يعني حتى احنا الشعب المصري متفق عليها. ولكن احنا عايزين بقى نشوف هو اصلا ليه في جهل، والجهل ده جه ازاي، والناس يعني تعايشت معاه ازاي وكملت بيه حياتها ازاي وعدى عليه عصور ازاي، وبعد كده نتكلم في ان احنا ازاي نقدر ان احنا نحل ده. بس انا عايز قبل ما ابدا اتكلم في حاجه، يعني في كومنتس كتير بتيجي ان اللي هو يعني مجمل الكلام متتعبش نفسك، كده كده مفيش فايده، كده كده مش عارف ايه، احنا عارفين الشعب، احنا عارفين الناس، احنا لو قعدنا نقول كده في كل حاجه يبقى مش هيحصل تغيير. هو انتوا ليه شايلين احتمالية التغيير دي من دماغكم؟ يعني ليه مش حاطينها انها حاجة possible، والله حاجة ممكن تحصل؟ يمكن علشان ما شفتوش تغيير قبل كده. حلو، انا بقى اللي حاجة اغير يعني؟ اكيد لا، ولكن ممكن ابقى عامل، انا ممكن ابقى عامل، ممكن ابقى سبب. ما هو ربنا لما بيحب ان هو يعمل حاجة في الارض لازم يكون في مسبب اللي هو ربنا، ولازم يكون في اسباب. الاسباب دي بيكون يا اما البشر يا اما ال الاقدار اللي ربنا بيبعتها للبشر. احنا كبشر ربنا خلقنا علشان نعمر في الارض، ربنا خلقنا علشان نعمل تحديثات في الارض، عشان نعمل حاجات ايجابيه في الارض. حلو، فلو مش احنا اللي هنطلع نحاول نصلح ونغير، مين اللي هيغير؟ ما هو لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني مش هينفع نفضل قاعدين ونقول بقى على الله التسهيل، مش هينفع. لازم يعني يمكن انا ما بقاش السبب، بس يبقى انا كده عملت اللي عليا. ويمكن اصلا ما يحصلش تغيير خالص. ليه؟ علشان لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالناس ممكن ما تتغيرش، ما تختارش انها تتغير، تفضل دماغها زي ما هي مصديه. خلاص انا كده عملت اللي عليا. طالما انا عملت اللي عليا انا مش ضميري مرتاح، مش قلقان من حاجه. حتى الناس اللي بتقول ايه اصل انت مش مشهور علشان انت بتتكلم في الحق والحقيقه وبتاع، فانا عندي اوصل لشخص واحد بصدق وبنيه خالصه وبكلام حقيقي في ايا كان اللي بقدمه على القناه، احسن ما اوصل لمليون بحاجات فيك. انا مش عايز ده، انا مش عايز ده. انا عايز يعني لما اتوكل على الله من الدنيا دي تبقى سيرتي كويسه على الناس. ربنا اراد واتشهرت كان بها هيبقى نسبه ان انا انشر الايجابيات اكتر. ربنا ما ارادش خلاص يبقى ايا كان الاربعه ولا الخمسه ولا ال6000 ولا يا سيدي حتى ال1000 ولا ال2000 اللي بيجوا مثلا على الفيديو، رقم برضه مش صغير. فلو دول واحد منهم بس حصل له اتغير او اتاثر بتاثير ايجابي، ده بالنسبه لي كده الحمد لله. انا كده الحمد لله بالنسبه لي، والله ده نجاح. المهم نخش في الموضوع. الجهل، احنا لو رجعنا لزمان ايام الفراعنه، الفراعنه لحد النهارده احنا قاعدين بنكتشف لهم انجازات وحاجات عملوها. لحد النهارده احنا مش عارفين هم ازاي عملوها. شوف بكم التكنولوجيا اللي وصلنا لها وبكم التكنولوجيا اللي الغرب وصل لها، مع ذلك هم ذات نفسهم مش قادرين يعرفوا ازاي. ولحد النهارده قاعدين بيكتشفوا في مقابر ويكتشفوا في
في الغاز ويكتشفوا في حاجات. معنى كده ان الناس دي وصلت لحد رهيب وكبير في العلم، حد كبير ورهيب في العلم. الغرب نفسهم لحد النهارده ما قدروش ان هم يوصلوا له. يعني هم ما محتاجوش صواريخ وكواكب ونجوم مع انهم يتعاملوا مع الكواكب برضه. يعني معلش ان الهرم يبقى محطوط بطريقه معينه متعامده مع مش عارف الشمس بطريقه معينه، والغرفه الفلانيه جوه الهرم الفلاني لما بيحصل مش عارف ايه، ما هو ده برضه مش من فراغ يعني. فلا هم كانوا ملومين بعلم الفلك جدا، بس ما كانش لازم ان هم يخترعوا صواريخ ومش عارف سمارت فون وتاتش وبتاع، ما كانش له لزوم يعني. المهم ان هم وصلوا لحاجات، نوع من التقدم احنا النهارده مش عارفين نوصل له ولا حتى عارفين نستكشفه. ليه بقى؟ لان الناس دي كانت مجتهده، مجتهده. الطب والهندسه ايام الفراعنه كانت حاجه مش طبيعيه، وكلها بقى حاجات طبيعيه. يعني كل العلاج والادويه كانت كلها طبيعيه، كانش في بقى كيميكالز وكيميائيات واصل دواء ليه اثر جانبي والكلام ده، كانش في الكلام ده. طب الناس دي وصلت كده ازاي؟ لما شغلت ده، لما شغلت ده، وكان كل همهم ازاي ننهض بالدوله بتاعتنا، ازاي ننهض، ازاي، انت فاهم؟ فانهض ازاي؟ اتعلم، واتعلم بجد. فكانوا بيتعلموا بجد وتوصلوا لحاجات بجد، وادي النتيجه احنا شايفينها. مع تقدم العصور البني ادم المصري بدا واحده واحده ان هو يبعد عن العلم، يبعد عن العلم. انا دلوقتي مش هتكلم في دين خالص، لان الفراعنه ما احتاجوش الدين علشان ان هم ينجحوا، ودي حقيقه. احنا مش محتاجين دين علشان ننجح في الدنيا. انك تنجح في الدنيا وتعمل انجازات انت مش محتاج دين. هو انت محتاج محتاج ربنا، بس ربنا كده كده بيرزق المؤمن وبيرزق الكافر، لان في الاول وفي الاخر ربنا خلق البني ادمين كلهم وليهم نصيب في الدنيا. الايمان والكفر ده فوق يوم القيامه. فانت مش محتاج ايمان ومش محتاج دين علشان تعمل انجاز في الدنيا. انت محتاج ده لحاجات تانية برضو مهمة جدا لنجاحك، بس انا مش عايز ادخل الدنيا في بعض، فخلي الدين على جنب. الفراعنة ما محتاجوش دين، والغرب ما محتاجوش دين. طيب، فاحنا بقى عايزين نشوف احنا واقعين ليه، واقعين ليه، وليه اصلا بدأ ان الانسان المصري بدأ ان هو يبعد عن العلم ويتشتت بحاجات تانية كتير. من ضمنها ان مفاهيم الدين الغلط، ان هو يفهم الدين غلط ويطبقه غلط، فده طبعا يعود عليه بالسلب طبعا. دي حاجة اساسية. زي معلش الارهابيين، ما هو لا اله الا الله محمد رسول الله والعلم وبتاع، بس موت واقتل ليه؟ اصل ربنا قال وقاتلوا مش عارف ايه، اصل النبي قال وقتلوا مش عارف ايه. عارف انت، ياخد بس كلمة تقتله، بس بقية الجملة بقية الآية في السياق مش مهم. ولذلك برضو في حاجات كتير الشعب المصري بيستخدمها كميكانيزم في الحياة او كطريقة اسلوب حياة معتمدة على الدين، بس متاخدة غلط، فبالتالي تطبيقها بيبقى غلط، فبالتالي النتيجة اصلا مش موجودة. على سبيل المثال، بس هو ده هيبقى فيديو لوحده خلي بالك، بس على سبيل المثال كل حاجة ايه؟ على الله بقى، ربنا يسهل بقى، والله يعني بقى ايه، ربنا يوفق. يا عم الحاج، يا عم الحاج، انتوا ليه كلكم معتمدين على الكلام؟ ليه كل حاجة على الله؟ زي ما تيجي، زي ما ربنا يعوز. ربنا هيعوز وزي ما هتيجي كل حاجة، بس لازم انت تعمل الاول يا حبيبي، لازم انت تعمل. لازم، ما ينفعش انت ما تعملش، ما ينفعش انت ما تعملش، لازم انت تعمل. لولا كده يعني، لو مش كده كان احنا قعدنا بقى في بيوتنا كلنا بقى، ما هو كده كده ربنا كاتب واللي ربنا عايزه هيكون، انا هفضل قاعد يا برنس وزي ما تيجي. ما بتمشيش كده. لازم انت مش تسعى، لازم تفحت حرفيا، مش تسعى كده، تفحت كده، تفحت تحت. هو لازم كده. وهل السعي يعني حتمية الوصول؟ لا. الله تعالى طالما هو لا، انت عرفنا في عيشتنا ليه يا حبيبي؟ يا حبيبي دلوقتي ربنا قال لك اسعى في الدنيا وليك نصيبك هتاخده. لو انت مكتوب لك في الدنيا انك مثلا، هنتكلم في الماديات، هتعمل 1,000,000 جنيه، فانت فحت كده، فحت كده، فحت كده، فحت كده، هتاخد ال1,000,000 جنيه.
بس مش هتاخد اكتر ولا هتاخد اقل. طب طالما يعني انا كده كده مكتوب لي مليون جنيه، اقعد افحت ليه واتعب نفسي ليه؟ علشان انت لو ما فحتش مش هيجي لك المليون جنيه. هو ربنا قال لك هم مكتوبين لك اهم، بس علشان يجوا لك لازم تسعى لهم. اسعى بقى زي ما انت عايز، وانا هجيبك ليهم بالطريقه اللي انا عايزها. ده ربنا يعني، انت فاهم؟ فمالكش دعوه، انت كل ده انك تسعى. حلو، انا مثلا دلوقتي مثلا عايز ابقى فيتنس كوتش، هموت وابقى فيتنس كوتش. يوتيوبر، هموت وابقى يوتيوبر معروف، فانا بسعى ليها. طب ربنا ممكن يكون اصلا مش كاتب لي النجاح في الحته دي وكاتبها لي في حته تانية، مش مهم. انا عارف ان انا في الاخر هنجح في حاجه معينه، ايه هي انا معرفهاش، بس انا بسعى للحاجه اللي انا عايزها. ربنا بقى لما يبقى عايز في الوقت المناسب ياخدني من هنا يرميني هنا هيعمل كده. المهم ان هو شايف ان السبب شغال، السبب شغال. المهم، هنرجع لحته الجهل والعلم. الانسان المصري بعد عن العلم، بقى في دماغه تفاهات تانية، بقى في دماغه تواكل مش توكل. في فرق بين التواكل والتوكل. التوكل انك تتوكل على الله وتنزل تفحت وتجيب رزقك، وانا عارف ان ربنا هيجيب لي رزقي خلاص. ده توكل. ايه بقى التواكل؟ ان اقعد وفي دماغي ايه، زي ما تيجي بقى ربنا كده كده ايه اللي كاتبه لي هاخده، وافضل بقى ما اعملش حاجه. او ممكن ابقى بعمل حاجات بسيطه ما بفحتش يعني. هو انت مش متخيل مدى اهميه الفحت، والله بجد. فالانسان المصري مع الوقت، ومع طبعا انهيار الدين، ومع انهيار الاخلاق، ومع والدخول للتكنولوجيا ودخول ثقافه الغرب والكلام ده كله، ما بقاش اصلا من اهتماماته التعلم اساسا. سيبك من التعليم الاكاديمي اللي هي المدارس والكليات، لان ده اصلا فشل. المدارس والكليات فشل، نعمل لها حلقه لوحدها برضو. انا بتكلم ان انت تتعلم نفسك وتثقف نفسك، دي الدماغ دي تغذيها. الانسان احنا كبني ادمين جسمنا بيشتغل عن طريق الاكل والشرب، لو ما اكلتش وما شربتش مش هتعرف تعيش. المخ لو ما اتغذاش بمعلومات هيصدي يا معلم. ايه اللي يحصل لما هيصدي؟ تخلف وجهل. للاسف المخ المصري مصدي. وانا طبعا بقى مش محتاج اقعد اشرح برضو ان انا بتكلم عن الاغلبيه وبتاع. لو انت جديد على القناه، انا لما بتكلم على الاغلبيه دايما. فمثلا لما اقول المخ المصري مصدي، انا بتكلم على الاغلبيه مش المصريين كلهم طبعا، لان اكيد في ناس كتير جدا مثقفه وناس كتير جدا متعلمه وعارفه تشغل ده ازاي. مفهوم؟ فاللي انا عايز اقوله انه لازم تغذي المخ. المخ بيتغذى بالمعلومات، بالقرايه، بسماع الفيديوهات، بحضور محاضرات، اخذ مش عارف كورسات، مش عارف. تفضل قاعد تعبي في مخك وتغذي في مخك، علشان ده اللي هيخليك منور. هو ده غذاء. ما هو انت لما بتتغذى بتبقى جامد، لو ما اتغذيتش هتبقى ضعيف. فطول ما انت مخك مش متغذي هتبقى ضعيف. هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه. يعني بشوف انا بشوف الفروقات ما بين واحد متغذي كويس وواحد ما فيش خالص. فرق شاسع، فرق شاسع. التفكير والاكشنز وطريقه الكلام والالفاظ والحاجات اللي بتطلع كرييتيف مبتكره وحاجات زي كده، فرق شاسع. الانسان المصري وصل لمرحله دلوقتي ان اصلا ما فيش حاجه اسمها تثقيف. اثقف نفسي دي اصلا مش موجوده، عشان طول الوقت ضايع في تفاهات، ضايع في اغاني، ضايع في قعاد على قهاوي، ضايع في النميمه، ضايع في الغيبه، ضايع في الخروجات، ضايع في الفسح. دلوقتي البنات كل اللي همها ابقى فرحانه ومبسوطه واخرج واتفسح، والولاد كل همه انا مخنوق ومش عارف اعمل حاجه في حياتي فعايز انفس عن نفسي، فيا اما اعمل حاجات غلط وحرام يا اما انزل مع اصحابي على القهوه. محدش بيفكر بقى ان هو يعمل حاجه، محدش بيفكر ان هو يثقف نفسه. ولما تيجي تفتح حد في الموضوع زي ده ما بيسمعلكش اصلا، ولو سمع لك بياخد من هنا طلع من الناحيه التانيه. مش مقتنعين باهميه الموضوع، مش مقتنعين بيه للاسف. بالذات كمان البنات يعني حياتهم كلها عايزاه تبقى ترفيه وتنطيط. الحياه مش كده، الحياه مش ترفيه وتنطيط طول الوقت. يعني انت هتبقى ام ازاي؟ هتبقي زوجه ازاي؟ ما ينفعش. الترفيه واللعب والتنطيط مفيش مشكله، هندلعك وكل حاجه، بس ليه وقته، مش طول الوقت.
الحياة مش بايدينا اصلا، ترتيب الحياة مش بايدينا، والابس اند داونز اللي هي انك تبقى فوق وتنزل، ويعني الوقعات والطلعات مش بايدينا برضو. فانا ما اقدرش ان انا يعني ابقى معاك في حته ان انا اهزر واضحك والعب واخرج طول الوقت. ما ينفعش، مش ضد المنطق. فما عادش في حد بيتقبل اصلا حته ان انا اثق في نفسي. افتح التليفون بدل ما انا قاعد على، انا اسف، بورن هاب ولا مش عارف ايه، افتح اشوف الاخبار. طب غير الاخبار، افتح اقرا عن الدين. طب غير الدين، اقرا عن السياسه. طب غير السياسه، الاقتصاد. طب غير الاقتصاد، علم النفس. طب غير علم النفس، علم الفلك، علم الاحياء، علم الفيزياء، علم الحيوانات، علم الطير، علم البحار والمحيطات. في 50,000 علم، في 50,000 يا عم كتب ناس كاتباها. الناس بتتكلم عن حياتها الشخصية وتجاربها في الحياة فتسمع فتتعلم. ناس ناجحة فبتتكلم هي نجحت ازاي فتسمع وتتعلم. انما الحياة الفاضية دي اللي ما فيهاش حاجة غير قهاوي وسجاير وبنات، والبنات خروجات ومش عارف ايه واغاني وتنطيط، وبقى في كلابات وبقى في ليلة ولبس والفستان والمش عارف ايه مفيش بقى. فخلاص، فبالتالي المخ صدى، المخ مات. فهتوقع ايه غير الجهل؟ الجهل بقى في التعامل، الجهل الأكاديمي، الجهل في الكلام، الجهل في التفكير، الجهل في الاستنتاجات، الجهل في الكرياتيفيتي، في الابتكار، الجهل في التعامل مع المواقف ومع الأشياء، الجهل في المسؤولية، الجهل في الحكمة. مفيش حكمة بقى، حكمة ايه؟ ما هو جهل، الحكمة دي أصلا مش موجودة. فبالتالي المجتمع باظ. اترسخ في مخ الانسان المصري العادات والتقاليد اللي صنعها الانسان المصري في كل حاجه، وفضل ثابت عليها. خلاص، المخ ما بيفكرش حتى هو اللي انا اصلا ثابت عليه ده صح ولا غلط، ولا انا ثابت عليه ده اصلا بيميك سنس ولا لا، هل منطقي اصلا للعقل ولا لا، ولا مفيش بقى. هو كده فيبقى كده، والموضوع منتهي ومقفول، وشكرا يا عم الحاج، مش عاجبك ما تجيش هنا تاني. الموضوع يحزن، عارف يعني، جهل في كل حاجه، جهل في كل حاجه. يعني حتى في اقل الحاجات، الخصوصيه مثلا، مفيش علم الخصوصيه ده اللي هو كل واحد يبقى في حاله. لا تتدخل فيما لا يعنيك، ستيتمنت نبويه، جمله نبويه كده. ربنا وسيدنا النبي بيعلموك ازاي تعيش حياتك، فبيقول لك لا تتدخل فيما لا يعنيك. اي حاجه مش تبعك، ما تهمكش، مش تبع اهلك، مش تبع اي حاجه تخصك، ما تتدخلش فيها. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الاخره. لا، احنا بنحب نفضح، نشوف الفضيحه فين ونروح لها. فيديو هدير عبد الرازق كله يخش في كل حته، انا عايز الفيديو، انا عايز الفيديو. عايزاه ليه وعايزه ليه؟ يعني واحده، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني اتفضحت لاي سبب كان، ايا كان هي ايه. انت ما يهمكش هي ايه، ما يهمكش هي شمال يمين فوق تحت، ما يهمكش. دي واحده بنت بلدك وبنت دينك، واجب عليك انك تحميها وتستر عليها. مش بس علشان كمان ربنا هيسترك يوم القيامة من ذنوبك المهببة اللي انت عارف انها مهببة، ولكن عشان دي بنت. يعني ايه اصلا يبقى في دماغك انك تفضح بنت؟ مش حاسس انها بايخة؟ مش حاسس انها ضد نخوتك ورجولتك؟ فكر فيها كده. ده انا يعني، ولا بلاش انا عشان ما حدش يقول لي انت عامل فيها عامل بتاع. المفروض انك تغير على بنات بلدك وبنات دينك، تبقى غيران عليهم، مش تمشي تفضحهم. ولما تشوف ان هم بيتفتحوا تقف، تقف، ده المفروض تقف. مش عارف مين حصل في ديعة ايه، نزل صور، اعمل شير، ابعت لاصحابك. لو انت الفضيحه مش قدامك بس سامع انها، بتروح جروبس اللي هي يعني الجروبات والصفحات، وبتسال عن الحاجه. يا عم خليك في حالك يا عم، بتسال عليها ليه؟ يعني هو ربنا كرمك انها ما جاتلكش لحد عندك، ثم انت جاي رايح لها ليه؟ هتستفاد ايه؟
خليك في حالك. فسيدنا النبي عمال بيدينا ارشادات في الحياه ازاي تعيش، واحنا راميينها كلها على جنب، ما بنستخدمهاش في حاجه، وشايفين البلد عامله ازاي، ومحدش بياخد خطوه. محدش بياخد خطوه يا اخوانا. ليه؟ ليه ما حدش بياخد خطوه كده، نقعد نحلل الموضوع ونشوف المشاكل جايه منين، ونشوف الجهل ده سببه ايه، ونبدا نعالج فيه. وانت لو يائس وشايف ان محدش هيتغير، يبقى انت اول الناس مش هتتغير اصلا، وهنفضل حالنا كده على طول بقى. طب يعني معلش، يعني هل انت مبسوط بنفسك كده ومبسوط بشعبك وناسك ان هم يبقوا كده؟ مبسوط انت يعني؟ طب فكر يا اخي في يوم القيامه يعني، ولا احنا عشان ضامنين الجنه فخلاص؟ ايه هنتعذب يعني كام سنه؟ انت مستهون بالعذاب ده يعني؟ انت، انا مش فاهم في ايه. انا مش قادر افهم دماغكم بصراحه. فلازم نتعلم، ولازم نثقف نفسنا علشان نبدا نغير اساليبنا في الحياه، اساليب التعامل واساليب التفكير اصلا، اللي هو التفكير التلقائي، اللي هو مثلا ايه. مثلا يعني ده مثال بس كده جه في دماغي، يعني انا مثلا واقف في الشارع مثلا في مصر بعمل فلوج وبصور، ما انعاش هم ان انا ابص عليه وبص بيعمل ايه، بس ويقف ولو بيعمل حاجه مثلا ايا ما يكون اضحك عليه واتريق وبتاع. لا، يبقى بدل كده يبقى التلقائي بتاعه ايه؟ ان انا اصلا ما هو مش شاغلني اصلا. هو ذات نفسه اللي واقف ده مش شاغلني. انا ماشي، عندي مشوار بقى، عندي كليه، عندي مدرسه، رايح ازور امي، رايح ازور خطيبتي، رايح لاصحابي، انا عندي هدف، فانا مركز فيه الهدف ده. حتى لو الهدف ده ان انا ماشي، ما انا ماشي باصص قدامي، شفت بنت لابسه ضيق ولا لابسه قصير، وبنت زي القمر بقى وعندها امكانيات وبتاع، برضه مش شغلاني. ممكن تلفت انتباهك للحظه، مش هنكذب بقى، صراحه على القناه صح، مش هنكذب، هتلفت انتباهك. بس هيبقى التلقائي، بدل ما اوبا بقى ومش عارف ايه واحاول اصور والمسها ولا عاكسها ولا بتاع، يبقى بدل ده ان ده يبقى التلقائي، يبقى التلقائي البديل ازعل عليها. ازعل عليها، ولو شفت حد حاول ان هو يعمل معاها حاجه مش كويسه، اقف ادافع عنها. خليك شهم، خليك شهم. المصري او العربي معروف، المفروض يعني انه معروف برجولته وغيرته. ما انت مش تقبل ده على اختك او على بنات خالتك او على اي حد في العيله. هتقول لي لا، ما احنا ما عندناش حد بيلبس كده. ما هو ممكن ربنا يبتليها انها تلبس كده، انت ما تعرفش حاجه. يا سيدي، حب لاخيك ما تحبه لنفسك. اللي تحب، يعني اللي تحبه لنفسك ولعيلتك ولاهلك، حبه لاخواتك التانيين. دي بس امثله. التلقائي في اي حاجه بقى، التلقائي في ان انا لما اشوف حاجه الرياكشن بتاعي ليها، التلقائي لما حد مثلا يقول لي حاجه ازاي ارد عليه، لما الاقي خناقه اعمل فيها ايه، لما حد يسبني او يشتمني اعمل ايه، لما كله انا بتكلم بقى في كل حاجه، ما انا مش عارف اجيب امثله من كل حاجه في الحياه. فانا بقول لك اهو، كل حاجه يبقى التلقائي بتاعها مش اللي بيحصل حاليا ده. اللي بيحصل ده في الحياه عندنا يكسف، يكسف. كله سبب الجهل، كله سبب الجهل. الابيوز بتاع الاهالي للعيال جهل، عقوق العيال للوالدين جهل، لعدم احترام الكبير وعدم احترام الصغير وعدم يعني معرفة التعامل اصلا مع الناس جهل، المشي في الشارع جهل، السواقة في الشارع جهل، التعامل في البيع والشراء جهل، اسلوب التجارة جهل، المدارس والكليات التعامل فيها جهل، حتى الحاجات الدينية، تحفيظ القرآن والدار والدروس جهل. كل حاجة فيها جهل. أنا ما شفتش حاجة واحدة في مصر ناجحة، ما شفتش حاجة في مصر ناجحة نهائي. حتى التكنولوجيا لما دخلت مصر فشلت، فشلت. الاي تي امز فاشلة، فوري وغيره من الحاجات اللي بتسهل المعاملات فاشلة. كله فاشل بسبب الجهل. هنفوق امتى بقى؟ هنفوق امتى من كل الكلام ده؟ هنفوق امتى ونعلم نفسنا شويه يا اخوانا؟ ده والله ده نعمه، ده نعمه، بس احنا مش حاسين بيها او بنستخدمها غلط. بنستخدمها لكل الحاجات اللي بتشبع شهواتنا بس. يعني عارف انت، يا ريت حتى النص بالنص، يا ريت بتعمل كده وبتعمل كده، اهو يا سيدي على الاقل بتستفاد.
بس انت لا، انت لاغي الجزء التاني اصلا بتاع الافاده وتستخدمه بس للشهوات. فاحنا عايزين يا اخوانا بعد اذنكم ان احنا يعني نفعل توعيه شويه لموضوع التثقيف والتعليم ده. تعليم اللغات وتعليم الثقافة والدين واقتصاد وسياسة وعلوم وتعرف عندك علم، يبقى عندك علم تبقى مغذي مخك. يبقى لما تسمع معلومة من تلفزيون ولا لما تشوف على النت مثلا صورة حد ولا اسم حد من الناس اللي عملوا انجاز في العالم، تبقى عارف ده مين وعارف عمل ايه. الشخصيات الدينية زي ابو بكر وزي خالد بن الوليد وزي عكرمة وزي كل الناس دي كلها، تبقى عارف لما تسمع اسمهم ده عمل ايه وسوى ايه. لما تقعد في صلاة الجمعة وتسمع حاجة معينة تبقى عارف هو بيتكلم عن ايه. تتعلم اللغة العربية اللي انت مش عارف عنها حاجة عشان دي لغة بلدك ولغة قرآنك ولغة انجيلك. وتبقى تسمع اي حاجة باللغة العربية تبقى فاهم هما بيقولوا ايه، وما تبقاش مجال للتريقة، تبقى مجال انك فخور ان دي لغتك. تتعلم يعني تتعلم عن البحر والمحيط والكائنات البحرية عشان لما تشوف معلومة عن النت ما تبقاش غريبة عليك. ولو شفت معلومة جديدة تبقى قاعد مهتم انك تشوفها علشان تغذي بيها مخك وتثبت في مخك. عشان تبقى قدوة لمراتك، عشان تبقى قدوة لجوزك، عشان تبقى قدوة لعيالك، عشان تبقى قدوة للي حواليك، لاصحابك، للناس الصغيرة، الناس تبص لك كمثل اعلى. عشان تبقى انت عليك تأثير ايجابي في الارض، اللي اصلا السبب الاساسي اللي ربنا حطك في الارض علشانه. وعشان تبقى في ميزان حسناتك، وعشان تكف عن سيئاتك، وعشان لما تطلع يوم القيامة ربنا تبقى طالع وانت مقدم حاجة، مش طالع ايدك فاضية. انت يا اخي لما بتروح تزور حد من اهلك ولا اي حاجة بتاخد معاك كيس برتقال في ايدك، يا سيدي انت دلوقتي طالع ما عملتش حاجة في الدنيا، طالع ربنا ايدك فاضية. قدم للناس حاجة وقدم لنفسك حاجة واعمل لربنا واعمل لنفسك انت لاخرتك اصلا. كده كده انا كده كده احنا في الدنيا زي ما قالوا كده ايه، كن في الدنيا كعابر سبيل. كوبري، هو كوبري احنا معديين عليه وماشيين. السؤال لك بقى في الكوبري ده وانت معدي كده، كل ما تشوف حاجه بايظه صلحها. وزكاة العلم نشره، يكون عندك علم انشره عشان لما تعدي تاخد بقى كريدت. انت عملت، انت صلحت السور ده وعملت البلاطه دي ومش عارف عملت ايه، وعملت حاجه من دماغك ان انت حطيت يافطه حذرت الناس ان في مثلا حفره قدام، فده بونص زياده. تخيلها انها لعبه فيديو جيم، مش بهزر والله. انا بحاول اهون عليك الموضوع او اسهله على قد ما اقدر. فيديو جيم وانت داخل عمال بتجمع في كوينز وبتحاول تتفادى الوقعات وتتفادى الوحش اللي عمال بيطلع عليك نار. ارجوك تعمل شير للفيديو، اعمل شير للفيديو وعشان نوعي الناس ان الجهل سبب اساسي في ان مصر بلد فاشله وان معظم الشعب شعب فاشل. يا ريت اعمل شير، خلي الناس تفهم ونفضل نزق. وده مش هيبقى اول واخر فيديو، نفضل نزق علشان ان احنا الناس تبدا تستوعب. ودونت جيف اب، ما تستسلمش. خليك انت العامل الايجابي، خليك انت اللي في وسط اصحابك ال20 انت اللي بتقول الكلام ده. تمام؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامز اب، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش، ولو عايز كتاب ال100 وجبه انزل في الديسكربشن تحت هاته. الكتاب ده رخيص وهيساعدك في رحلتك في الفتنس وهيساعدك في انك تحسن من اسلوب حياتك في الاكل، صحتك بقى عامه ككل يعني. وهنفضل مكملين في التوعيه وبدعمكم ان شاء الله هنكمل. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نفضل مكمل في الفيديوهات، واشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.